السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده بصحة وسعادة يا رب. النهاردة بقى هنعمل مع بعض المحشي الجميل ده، المحشي الفيومي. وانتوا عارفين ان احنا في الشتاء وبتحب المحاشي يعني، وبتحب بالذات محشي الكرنب والكلام ده. فانا طبعا وريتكم كذا فيديو كده وانا بعمل المحشي. والنهارده برضو قلت اوريكم ما استخسرش فيكم يعني، وانا برضو بعمل. اكيد في ناس كتير بتحب تشوف طريقة المحشي وازاي يعني الخلطة بتاعته بتتعمل، وفي ناس برضو لغاية دلوقتي ما بتعرفش يعني تعمل خلطة المحشي، زي مثلا بنت داخلة على جواز او مثلا بتتعلم في لسه في بيت باباها يعني قبل ما تتجوز وكده. بس فانا حبيت بقى اوريكم كده انا بقطع الكرنب بتاعنا ازاي، زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت جايبه كرنبتين حلوين كده يعني متوسطين، مش كبار قوي ولا صغيرين قوي. وشلت القلب بتاعهم كده بالسكينه. واهم حاجه تنقي الكرنب بتاعك يكون حلو يعني كده معبي ورق كده وجميل. وطبعا اول حاجه ببتدي كده باول حاجه بحط حلتين على البوتاجاز، حله بسلق فيها الورق، والحله التانية انا بسبك فيها الصلصه بتاعه المحشي. بس فانا كده جبت الطماطم بتاعتنا الجميله اللي انتوا شايفينها دي، وغسلتها طبعا كويس جدا كده، وحشت منها القمع اللي فوق ده. وهغسلها بقى كده كويس جدا. اهم حاجه تغسلها عشان بيبقى عليها ساعات مواد بيضه كده وحاجات، فتغسلها كويس يعني بالميه. بس وهغسل بقى كل كميه الطماطم. بس اهم حاجه يا حبايبي، الطماطم بتاعه المحشي دي اهم حاجه ما تفرموهاش جامد في الخلاط. يعني حاولي ان انت تفرموها نص فرمه بس، علشان هو اصلا المحشي بيحب الطماطم ما تكونش مفرومه قوي يعني في الخلاط. ولو عايزه تقطعي حتت صغنونه كده عادي. ده كده طبعا البصل بتاعنا بتاع المحشي، قطعته كده حتت مكعبات كده، وحطيت طبعا عليه فلفل حراق حسب الرغبه. انت لو مش عايزه تحطي فلفل عادي ممكن ما تحطيش، بس انا كنت حاطه فلفل. والكرة الكبيرة اللي انتوا شايفينها دي كانت لية خروف. طبعا انا بعشق المحشي باللية، وبحب يعني اعمله بلية الخروف وكده. بس طبعا هي كانت حتة كبيرة مجمدة، وانا كان ما عنديش وقت. حطيتها طبعا صح منها شوية، وبعد كده شلت الباقي عادي يعني في التلاجة وبس. وطبعا حطيت طبعا كمية زيت برضو، يعني انا حطيت مع اللي هي دي زيت. وطبعا كنت بسبك كده على نار، والنار التانية كنت بسلق عليها. المية بتاعتنا طبعا بتاعة السليق دي اهم حاجة عشان يبقى المحشي بتاعك مسكر والورق حلو كده. حطيت انا كمية ملح مناسبة في المية، وكمون. الكمون ده يا حبيبي علشان الكرنب انتوا عارفين طبعا ان هو بينفخ لو حد عنده قولون وكده. فشوية الكمون اللي بيحطوهم في المية دي بيقللوا يعني نسبة الانتفاخ شوية، مش هقولك بيحوشها خالص، بس بيقللوا يعني. بس وده طبعا اللي هي بتاعتنا كده بعد ما ساحت ودابت كده في الزيت. كنت مقطعه حتت صغنونه. وده الكرنب بتاعنا يعني بعد ما اتسلق. حبيت اوريكم درجه السليق اللي انا بسلقها لها، يعني ما يكونش مهري قوي ولا يكون مش مسلوق خالص، يعني نص سلقه كده زي ما انتوا شايفين، عشان لما تيجوا برضو تسووه تحطوا له الشوربه يبقى معاكم مظبوط. ودي البصله بتاعتنا بقى اهم حاجه يبقى لونها ذهبي وجميل كده زي ما انتوا شايفين. والطماطم بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، انا مش فرماها جامد يعني القشر بتاعها فيها كده. وانا ما بحبش اصفي القشر بتاع المحشي بالذات، لانه اصلا هو المحشي بيحب الطماطم، وبعملها بقشرها ما بصفاش ولا اي حاجه. وطبعا نزلت كده بالتوابل بتاعتنا دي، كانت كمون وفلفل وتوابل محشي، وكنت حاطه بقى شويه بابريكا. بس كده يا حبايبي. وطبعا الخضره بتاعه المحشي انتوا عارفين، كزبره وشبت كنت غسلاه كده كويس، وهقطعها بقى كده بالسكينه. والصلصه بتاعتنا كده بعد ما اتسبكت وخدت اللون الجميل ده الاحمر قوي ده. طبعا ده اللون ده زي ما انتوا عارفين البطاطس الطماطم بتاعتنا كانت حمرا وحلوه. وانا برضو حطيت لها شويه بابريكا ادوها برضو اللون الجميل الاحمر ده. وحطيت طبعا غسلت الرز كويس، ونزلت كده بالرز بتاعنا على الطماطم وهقلب. وحطيت طبعا شويه ملح وشويه فلفل اسود وكمون. واهم حاجه ما تنسوش الكزبره الناشفه في المحشي، حاجه كده يعني هي اللي بتظبط لك المحشي، الكزبره الناشفه. طبعا انا لما باجي افرم الكزبره الناشفه دي بقى سر كده هقوله لكم. لما باجي افرمها في الكبه بحط معاها كده عود قرفه، وبحط معاها شويه جوز الطيب وحبهان، وبفرم كل ده كده في قلب بعضه في الكبه، واحط منها كده على المحشي. بتخلي ريحه المحشي جميله جباره يعني ما شاء الله. وكده بقى حطيت الخضره كده في الاخر خالص بعد ما قلبت الرز كويس في الصلصه وقلب وخد كده الصلصه كلها زي ما انتوا شايفين. احط بقى الخضره بتاعتنا كده واقلب برضو تقليبتين. وكده خلصت بقى الخلطه بتاعتنا الجميله بتاعه المحشي. ونقعد بقى انا وسلايفي بقى واخت جوزي والكلام ده، نقعد بقى نلف كده مع بعضينا. احلى حاجه في المحشي ده ان هو بيحب اللمه
وبالذات برضو في الاكل وفي اللف يعني. بس قعدنا بقى كلنا كده نلف مع بعض كده في الحله زي ما انتوا شايفين. كنا عاملين كرنب وكنا عاملين بتنجان وعاملين كوسه وفلفل ولفينا كده ما شاء الله الله اكبر يعني الحلل بتاعتنا ما شاء الله يعني. وبعد ما خلصنا كده برضو هوريكم دلوقتي واحنا خلصنا الحلل اللف والحشو برضو بعد ما حشيناه. ويا ريت اللي اول مره يتفرج على القناه بتاعتي يا ريت يشترك لي في القناه يفعل لي الجرس يعمل لي كومنت حلو كده يشجعني فيه. وما تنسوش قناه ما تنسوش اسم القناه بتاعتي اسمها ام العيال في البيت بيتي. ودي طبعا كده الفراخ انا كنت حاطه الشوربه فيها بصله وشويه توابل. وبعد طبعا ما غلت كده حطيت الفراخ وده المحشي بتاعنا ما شاء الله يعني. بعد ما حشينا كده البتنجان والفلفل والكوسه وده الكرنب بتاعنا طبعا احنا كنا حاطين على وشه كله كده فلفل حراق والكرنب كان تحت. وحطينا كده غطينا الحله بتاعه الكرنب بالفلفل مش عايزه اقول لكم. الكرنب لما بتحطي عليه فلفل بيبقى حاجه تانية وطعم جامد يعني. وطبعا بقى المحشي ما يخلاش من شويه ملوخيه خضراء يا اما قلقاس. طبعا انا كنت عامله جنب المحشي بتاعنا وشويه قلقاس حلوين كده في الشوربه. طبعا حطيت كده القلقاس كنت غسلاه كويس جدا ومقشراه مقطعاه مكعبات كده. وحطيته كده في قلب الشوربه. وكنت بقى كده قلت بقى اسال المحشي طبعا خلصت بقى كده. سبت القلقاس كده يستوي على النار. وسقيت المحشي بتاعنا كده ظبطت الشوربه اهم حاجه تظبطي الشوربه تحط لها ملح وتوابل. وتظبطيها وتدوقيها قبل ما تحطي ايه المحشي بتاعي كده ظبطت الشوربه للمحشي بتاعي وهرفعه بقى كده على النار. وبرده الحشو نفس النظام. هرفعهم كده الاتنين على النار وانا طبعا بسوي المحشي بتاعنا. هبتدي بقى طبعا القلقاس بتاعنا كان استوى. واستوى خالص في الشوربه ونزلته كده من على البوتاجاز وحطيت المحشي قلت بقى اعمل الخلطه بتاعه القلقاس الجميله دي. دي حاجه كده تحفه وجميله ومبتاخدش وقت يعني دي كان شويه كزبره. انتوا عارفين طبعا القلقاس بيحب الكزبره فرمتهم كده في الخلاط. طبعا عشان يتفرموا معايا حطيت لهم مغرفه شوربه من بتاعه الفراخ اللي انا حاطه فيها القلقاس. حطيت كده مغرفه شوربه في الخلاط وفرمت الكزبره بتاعتنا ناعم خالص كده زي ما انتوا شايفين. وهمسك بقى التوم كده هدقه وهبفرمه برضو في الكبة مع قرن فلفل وشوية توابل. وهنزل بقى كده في الزيت بتاعنا الجميل ده بعد ما سخن نزلت كده بالثوم بتاعنا المفروم. انا كنت فارمه كده معاه كزبره ناشفه وكنت كنت فارمه معاه يعني شويه توابل وكده. ونزلت كده في قلب الزيت هشوح كل ده كده في الزيت لما ياخد معانا اللون الدهبي الجميل ده. وبعد كده بقى ايه هنزل بالخضره بتاعتنا اللي انا فرمتها في الخلاط قدامكم دي. وهسيبها برضو تتغلي كده شويه على النار. وبعد كده هنزل بالخليط بتاعنا ده كله كده في قلب حله القلقاس وهوريكم برضو كل حاجه دلوقتي. بس فانا مش عايزه اقول لكم والله بجد طريقه القلقاس دي طريقه جباره وجميله جدا. عايزاكم بس تعملوها. وسريعه جدا مبتاخدش اي وقت وطعمها جميل جدا يعني. في ناس بتعملها بكذا طريقه. في ناس بتشوح التوم وعلى على الخضره وبعد كده بتضربهم في الخلاط. وكده يعني بس انا حبيت اعمل الطريقه دي طريقه جديده وانا حبيت اوريها لكم برضو. ولو اي حد بيعمل الطريقه دي بتاعتي دي ياريت يقولي في الكومنتات يعني. بس انا كده طبعا نزلت بالخضره بتاعتنا كده اكنك بتعملي طشه ملوخيه. و... وهتقلبيهم بقى كده تسيبيها تغلي شويه على النار وبعد كده هتنزلي بقى بالخليط بتاعك ده في قلب الحله بتاع القلقاس. يا ريت بقى يا جماعه يا ريت اللي اول مره يتفرج على القناه يصلي بينا كده على النبي ويذكر الله. ويعمل لي اشتراك في القناه ويفعل لي الجرس ويعمل لي كومنت حلو كده. يشجعني يعني فيه ان انا انزل فيديوهات تاني ومعلش انا عارفه ان انا ما بنتظمش شويه في الفيديوهات بس والله بس ايه هو ظروف وكده يعني. وانتوا عارفين الظروف اللي الناس فيها وكده وياريت تقفوا جنبي. علشان اعرف ان انا انزل كل يوم فيديوهات وكده. تدعموني حتى في الفيديو ده. ترفعولي الفيديو ده ربنا يعني تقفوا جنبي وترفعولي الفيديو ده كده. عشان اعرف ان انا اعمل حاجه يعني. بس فدي كده المحشي بتاعنا طبعا بعد ما استوى والخضره بتاعتنا كده بعد ما خدت غلوه كده مع التوم على البوتاجاز. هنزل بقى كده على القلقاس بتاعنا طبعا مش عايزه اقولكوا على الريحه بتاعته بجد والله. جباره يعني. نزلت كده بالطشه بتاعتنا الجميله دي على القلقاس بتاعنا كده. ما رفعتوش على النار خالص علشان هو اصلا كان واخد يعني السوا بتاعه كامل ما كانش ينفع ان انا ارفعه على النار تاني ولو انتي بقى عارفه عايزه ترفعيه على النار ياخد غلوه كمان مع الخضره. عادي بس انا طبعا القلقاس بتاعي كان مستوي خالص يعني فما ينفعش ان انا كنت ارفعه على النار تاني عشان كان ممكن يتهري مني. بس وده كده طبعا الاكل بتاعنا ما شاء الله يعني بعد ما خلص. والفراخ كده حمرناها حطيناها كده على الوش بتاع المحشي.
والقلقاس بتاعنا الجميل كده في الطبق ما شاء الله يعني الله اكبر، وبالهنا والشفا على قلبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.